في العادي البنات والسيدات بيكون عندهم افرازات مهبليه طبيعيه بتنزل عموما عشان ترطب منطقه الفرج وبتكون شفافه ملهاش ريحه وغير مضره، بس اوقات كتير بيحصل ان شكل ولون الافرازات دي بيتغير. في كتير بيطنش بيقول عادي والموضوع بيقعد يومين 3 وخلاص، بس هل ده بيحصل في كل الحالات ولا في حالات لازم الدكتور هو اللي يفصل فيها؟ في الحقيقة في حالات لو حصل لازم ولابد تستشير الدكتور، وده عشان ممكن تكون علامة لوجود مشكلة صحية انت مش واخدة بالك منها. على حسب تغيير اللون بيكون علامة لحاجات معينة، مثلا لو افرازات لونها اتحول للأخضر والأصفر فدي علامة لوجود عدوى بكتيرية، اما تحول لرمادي فده علامة على وجود التهاب في المهبل مصحوب ببكتيريا، واخيرا لو تحول لبني او لقيت فيه دم بيكون نتيجة لوجود الدورة الشهرية لو في وقتها، اما في وقت تاني ممكن يكون علامة لوجود مشاكل تانية منها اورام ليفية بواقي من الدورة اللي فاتت. تاني حاجة تغييرات في الريحة، لو الرائحة كريهة او شبه ريحة السمك او الريحة دي غير طبيعية مستمرة فغالبا بتدل على وجود التهاب بكتيري في الماء. تالت حاجة تغيير في الكثافة والقوام، يعني تلاقي الانفرازات كثيفة جدا او رغوية بتدل على وجود عدوى، او ساعات بتكون مجبنة بتدل على وجود فطريات. في اعراض مرافقه للافرازات، لو لقيت الافرازات دي معاها شويه اعراض كمان زي الحكه الشديده، حرقان في البول، الم اثناء العلاقه الزوجيه، تورم او احمرار في المهبل، ده علامه غلط. خامس حاجه الافرازات خلال الحمل، لو الافرازات في الحمل اتحولت لمائيه جدا او غزيره ده ممكن يكون دليل على تسرب السائل الميوسي، لو لقيتها ممزوجه بالدم في اول الحمل ممكن تكون علامه من علامات الاجهاض او الحمل خارج الرحم. كل دي حالات ممكن تحصل بتغيير مرتبات الافرازات المهبليه وبتستدعي استشاره الطبيب، لو لقيت اي حاجه فيهم حصلت لك في اي وقت ما تستنيش واكشف.